هو مكلف بان هي حتى لو معاها فلوس ما هو اللي يعالجها. طب ما عالجنيش، طب ماشي انا قاعده، ايه الغدر ده؟ انت واخدني متعه فقط. طب لو هو تعب طيب هتسيبه اكمل وتمشي انا بقى. ده ايه القرف وتدور والاشياء على واحد يصرف عليها؟ للزوجه؟ ايه اللي حصل اتكلم انا بقى يا فندم؟ ما هو لسه انا بكلمه، هو ممكن لسه ما ابدا ردش اتكلم عليا. انا. لا، يعني انا بسأل بقى، طيب يعني بس لو هي يرد تعبت، عليا، ما هو لو يرد الراجل عليا. تعب، لو الراجل تعب ومش قادر يكمل، اذا كانت العلاقة كده عشان هو يصرف عليها وبس، يبقى هتسيبه وتدور على واحد تاني عشان يصرف عليها؟ اه لو بقى عارف امتى بقى؟ ما هو بالمنطق اللي احنا بنسمعه النهارده ده يا عم عبد الله. هو لا، المنطق ما هو يقدر كده يحطه في دماغ يبقى كده منطق معكوس. لا طبعا. فين المودة يا والرحمة؟ فندم طبعا. هو انا حضرتك لما تبقى داخل اساس الجواز، تعالي لو نزلتك تشتغلي تديني تساعديني، ولو يبقى انا داخله كده ليه؟ طب ما انت مقتدر. يعني انا اللي اصرف وانت مقتدر انك انت تقوم بالبيت. طب يبقى انا بقى افكر كمان، طالما هو المبدأ كده ان انا هتجوز واحد ما يعالجنيش، شكرا. يعني خلاص بقى اشوف حد. احنا بندور على بعض ليه؟ احنا بندور على حد يقف جنبنا في وقت الازمات بتاعتنا، وقت وجعنا. الراجل بيدور على ايه؟ على واحده ست وقت ما يتعب هي اللي تقعد تحت رجليه تمرضه، وهي اللي تسهر عليه، وهي اللي تطبطب عليه مش كده ولا ايه يا جماعه؟ ولا هو الجواز اتقلب، ولا انا دخلت مكان غلط؟ لا، بص حضرتك، يعني انا آه زمانية احنا مش في صعاب في على نفسينا. في ها. في اتجاهات، مش مظبوطة، بتدخل علينا دلوقتي وبتعمل حاجات بتهد العلاقات اللي كانت موجودة طول عمرها في مصر. انا مش عايز اوصل لمرحلة ان انا النهاردة الارث اللي احنا الفضيلة اللي احنا كنا عايشين بيها ننساها. محدش كان عمره بيتكلم في الكلام ده. كلام بيتفتح ليه؟ انا ما اعرفش. وكل واحد بقى حقه ولا حقه، يعني خدمة الزوج ده فرض ولا فضل؟ ده ما اعرفش ايه. اتفضل. يعني انا النهارده لما اتفضل. الست هتغسل هدومها وهتاخد هدوم الراجل معاها وهي تغسله في الغسالة، ده ايه بقى؟ طيب لما هي هتطبخ عشان تاكل، ما تعملش له اكل؟ ايه اهو بقى ايه كده ايه إيه بالمنطق ده الكلام بقى. ده؟ ما هو مش هيعالجها بقى، ده تحط له سم في الاكل. ايه الكلام ده يعني؟ وبعد اللايف ده هيروحوا يسموهم. مش هيعالجني كمان يعني هم يجلطوهم بص، لا لا وكمان لا 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 يعالجوهم. لا لا. والله بتهرجوا. بص يا حضرتك، انا يا انا فندم شخصيا، لما احكي عن ال... تجربتي، بين الزوج انا والزوجه، اتجوزت. بين الزوج والزوجه يا حقوق استاذ محمود وواجبات. خليني اكمل بس كلامي. محمود خليه للزوج يكمل كلام. خليني اكمل كلامي. انا اتجوزت سنة 74. انا عامله لايفات تجربتي على فكره، كل واحد يقول تجربته عشان الناس تستفيد. انا اتجوزت 74. اول علاقة كانت بيني وبين حماية، عشان نعمل الفرح، فكان هنعزم 100 واحد، فهندفع مبلغ في الفندق عشان الكلام ده. قال لي لا، احنا نقدر نعمل الكلام ده بأقل من كده وبأحسن من كده. وخدني من ايدي، ورحنا جروبي وجبنا منه التورت ومعرفش ايه والكلام ده، ووفر لي نص المبلغ. انا مش عايز اقول على ارقام عشان الناس ما تتخضش، بس وفر لي نص المبلغ. طب تفتكري لما يبقى فيه حما بيعمل كده مع جوز بنته، يعمل فيها ايه بقى؟ يشيلها في طبعا يا عينيه. دماغي لو راجل اصيل. يشيلها طبعا. في عينيه. الله يكرمك. وفي نفس الوقت عشنا مع بعض 51 سنة لحد ما توفت. ما شاء الله تبارك ولا الله. ولا وهي كانت بتشتغل، يعني مهندسة زيي. آه،
انا اللي بيجي لي انا بديهولها، باخد يا دوبك اللي يكفيني مصاريف. عمري ما سألت انت جبتي ايه وما جبتيش ايه وفي فاضل فلوس ولا انت زودت من عندك. وعايشين مع بعض، الدنيا كانت كده، وزمان كل الناس كانت بتعمل كده. والله انا يعني والدي ووالدتي لحد ما توفت هو ده اللي كان بيتم، وعمره ما بص لفلوسها نهائيا نهائيا، وبيديها كمان مرتبه، وبيديها، وهي اللي يعني هي اللي بتتصرف في كل حاجه، وهي لولاها ما كناش احنا عملنا اي حاجه في حياتنا. فانا اول مره اسمع الحاجات دي، اما الواحد بيسمعها في الحقيقه بيشمئز، لان الراجل يعني مبدأ ان هو بيسلم زوجته ان هي اللي بتدبر وهي اللي بتعمل وهي اللي بتسوي، لكن الكلام ده يودي في 60 داهية بجد. ده المودة والرحمة ربنا راحت يا من رب قلوب. استاذنكم عشان الصلاه، عشان عندي ربنا الصلاه يسعد دلوقتي. قلبك عمو عبد الله. انا ماشي يا ليدي، ربنا يسعد انا قلبكم جميعا يا رب، وبلاش تلعبوا في الاعدادات بالله عليكم، بلاش تلعبوا في الاعدادات، احنا ماشيين والله كويس في العظيم حياتنا اه والدنيا. والله ما حدش يطلع لنا يقول ده على الخدمه ولا ما عليش الخدمه دي، تعالج ولا ما تعالجش. احنا ماشيين بالله يا ريت. عليكم يعني بالموده انا والرحمه. عايزه، يا ريت، وانا عايزه عمو عبد الله لو تشرفني مره تانية، يبقى انا يعني مش عارفه اقول لك ايه. انا اتمنى ان تبقى مرات، واتمنى ان حضرتك تقول تجربتك دي تاني. انا على فكره بنزل فيديوهاتي على قناتي فضفضه مع رنا مصطفى. انا عايزه الذكور تتعلم من الرجاله ازاي يعيشوا حياتهم. انا عايزه حضرتك تقول تجربتك، وتقول اللي حصل معاك او اللي انت الله عملته، اشوفكم على خير. وحاجات كتيره مع ألف يا ريت سلامة. نتكلم فيها. استاذ محمود، انا كنت لسه هكلمك، كنت بخلص مع استاذ عبد الله كنت هرجع لك. فانا عايزه حضرتك تبقى في حوارات ولقاءات كتيره اتمنى، ونتكلم تاني في ده بشكل اوسع. انا بس المشكله ان انا صايمه، فهضطر اقفل عشان احضر الفطار. انا على فكرة بعمل لايف يعني على لا اللي اقول هو كلمتين طيب وحضرتك تقفل بس عشان ايه الكلام يبقى واضح بس. انا مش هاخد طيب 5 ماشي دقائق حتى، مش هكملهم حتى. انا بعمل لايف. بص يا فندم، الزواج اصلا قائم، عقد قائم على السكن والموده والرحمه، زي ما ربنا قال: جعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. وفي حقوق مشتركه بين الزوج والزوجه. والله لو الزوجين فهموا الحقوق المشتركه دي، مشاكل الطلاق التي كثرت في المحاكم هتقل. ايه الحقوق المشتركه اللي بين الزوج والزوجه؟ اولا العشره بالمعروف. ثانيا ان الزوجة لها حق على الزوج في الكسوة والنفقة والسكنة وكذلك العلاج. يبقى الزوج يعالج زوجته، الزوجة تعبت حصل لها حاجة الزوج يصرف عليها وينفق عليها. موضوع ان الزوج لا يعالج زوجته ده كلام كان في زمن العلماء قديما، وزمننا يختلف عن زمنهم. تمام، كل زمن له رأيه الفقهي، فزمننا يختلف عن زمن العلماء، عشان بس كلامي ما تفهمش غلط يعني. طيب ماشي. بالنسبة لموضوع الخدمة، احنا بنقول موضوع الخدمة ده مش فرض على الزوجة. الزوج ده العكس، العلماء قالوا لو كانت الزوجة مثلا حسيبة نسيبة شريفة وكان لها خادم يخدمها، يجب على الزوج انه يوفر لها الخادم. طيب الزوج معسر، يعني مثلا فقير، يعني معسر يعني فقير، مش هيقدر يجيب لها خادم يخدمها، فيساعدها في الخدمة أو تخدمه بالمعروف. مش قادرة تخدمه يساعدها في الخدمة، وله في ذلك أسوة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في خدمة أهله، كان يخسف نعله ويعني ويخيط صوبه وما شابه ذلك. يبقى الزوجة في موضوع الخدمة لا يجب عليها الخدمة إلا بالتراضي والمعروف بين الزوج والزوجة. حضرتك اتغيرت، كلام واضح ده ولا في حضرتك لبس؟ اتغيرت 180 درجه لا ما ما اتغيرتش، شاء أنا الله. كلامي من أول مداخلة كده، بس طيب أنت حقك فهمتني عليا. غلط أصلا. طيب حقك عليا، بس الكلام اللي كان بيتردد علشان أنا الناس اللي بنقل. بره والناس بص في بص ذكور موضوع معايا. انت فهمت كلمه موضوع بص يا استاذه رانيا، انت فهمت في كلمه، ناس خدتها كلمه العلماء، بتفهم. ده العلماء قالوا، مش العلماء قالوا ايه الموضوع اللي انت زعلت من كلمه عقد قائم على الاستمتاع، صح ولا غلط؟ اه انت زعلت من الكلمه دي، ده كلام العلماء اصلا، كلام الفقهاء. يعني ايه عقد قائم على الاستمتاع عشان تفهم بس؟ يعني قائم على الاستمتاع بين الزوجين، مش الزوج بس، الاثنين، الزوج والزوجه. اه
العفه، ان الزوجه مثلا الزوج يتعفف بزوجته عن الحرام، والزوجه كذلك تتعفف بزوجها عن الحرام، ثم بعد كده النسل وما شابه ذلك وبناء اسره وما شابه ذلك. هل الكلام ده يعني فيه غلط؟ لا، عشان بس لو يبقى كده كلامنا لا. واضح يعني. بس عايزه اقول لك حاجه. العلماء دول بشر زينا، وقالوا حاجات كتيره. يعني بص، الشيء وعكسه، وقالوا لنا، وفي الاخر اتقال لنا ايه؟ يا استفتي قلبك. يا يعني فندم، مثلا احنا لو بيقول فهمنا لك كلام العلماء هنرتاح. لو فهمنا نجنبه. كلام العلماء هنرتاح. لا مش نجنبه، احنا لو لو فهمنا فهمنا كلام كلام ربنا، العلماء هنرتاح. لو فهمنا كلام ربنا نعم. والله هنرتاح. القرآن. لو فهمنا كلام ربنا ما هم العلماء هنرتاح. بيتكلموا على بس بكلام ربنا. يا عم انا لا، ما هم ماليش دعوه العلماء دول بالعلماء. انا العلماء دول بيتكلموا بايه؟ يا عم العلماء دول العلماء بشر دول زي زيك. العلماء اللي انت العلماء دول اساسا بتتكلم عليهم نقله. كانوا في زمن، وكل واحد في حاله، يعني حالات معينه، ما قلناش حالات حاجه. معينه بياخدوها. خد العلماء انت بص كلام يا فندم، يا ربنا، فندم، خد كلام ربنا يا وطبقه استاذ يا علينا. استاذ عمرو، احنا عندنا العلماء دول دول. اساسا خليك يا العلماء استاذ محمود يا معايا استاذ بقى. عمرو، العلماء انا ما دول اساسا بقلش منهم، مبلغين عن الله والله انا ما تعالى وعن بقل الرسول، منهم. فمش بيجيبوا كلام من لا عندهم. لا لا، انا ما بقلش منهم، ناس اجتهدوا. خليك معايا، دول ناس اجتهدوا. الفطار. لكن انا بتكلم كل واحد في زمن كان بيتكلم بطريقه، بيجي له حاله يقول عليها. احنا عندنا لما نبص عندنا هنا الموظف بياخد 3000 جنيه، ومراته بتاخد لها 3000 جنيه، وال 6000 جنيه لو جابوا لهم عيش حاف مش هيكفوهم. تقول لي بقى نجيب خادمه ونقول ما اعرفش ايه وندخل المتاهه؟ ده ربنا يعينهم عشان يعرفوا يعيشوا. لا احنا بنقول الزوج يا فندم، انت برضه ما فهمتنيش برضه. انا بقول لك خليني الزوج الوقت معسر فقير، خليني الزوج الوقت معسر فقير وهي شريفه وحسيبه ونسيبه، يعني نقول له يجب عليك ان انت مساعدة. تجيب لها خادم؟ مش هيقدر يجيب لها خادم يا دلوقتي. سيدي ما كانتش لا تتجوزوا. يكلف الله واحنا لو نفسا فهمنا الا كلام وسعها. العلماء هنرتاح اصلا. لا 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 لا، ما يكلف كانتش الله نفسا. تتجوزوا. في حاجه اسمها اختيار، في حاجه اسمها اختيار. هو رايح والله خلينا، النهارده هي عشان هي عايزاه طيب يتجوز، الوقت وتزوجت منه، ايه المشكله يعني؟ هي راضيه بيه. هتقبله على زي ما هو، هتقبله زي ما هو كده طالما هي عايزاه. انا حصل سوء تفاهم يا استاذ محمود ما بيننا، وملحوقه في لايفات تانية ان شاء الله، باذن الله. بعتذر اذا انا فهمت اي حاجه قلتها غلط. انا بعتذر، بس كان كل الكلام يعني ايه اثار استفزازي، مش من حضرتك بس يعني. بس اذا انا تسرعت في اي حاجه معلش. يعني الصيام فمأثر عليا وخلاص داخله على الفطار، فانا بعتذر. عمو عبد الله، اتشرفت بحضرتك. انا اللي آه، اتشرفت بيك يا استاذ رانيا. وانا صايمه كده، ربنا يربط على قلبك ويصبر قلبك ويهون عليك، وجزاك الله كل الخير عن ما فعلته مع زوجتك. وربنا يرحمها ويرحم وهي عملت لي برضو كتير. برضه. لا 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 ماما، لا, لا. ربنا طب لا يرحمها. هي ممكن عملت لي استاذنكم طيب؟ ماشي، يبقى هنتظرك تاني استاذنكم. بقى، واعمل لي متابعه يا استاذ محمود. اعمل لي متابعه، ده نعم. بعد اذنك يعني. اعمل لي حاضر. متابعه، ده بعد اذنك ان شاء الله. بينا لا ده لايفات شرف تانية لينا، كتير شرف الحق اكتر. و... وربنا شرف يرحم يا لينا يا رب استاذ زوجتك رنا. ويرحمهم ويجعلهم من اهل الفردوس الاعلى، اللهم امين يا رب. يا رب.